السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه يا حلوين يا طعمين يا أمامير حوثي وحش شرير جدا، مجرم خطير، بيحب يعمل الحاجات النوتي زي كل الولاد الوحشين. تصوروا الحوثي الشرير ده انقلب على الشرعية. في حد طيب بيعمل كده؟ انا سامعكم وانتوا بتقولوا لا يمكن. في ولد طيب بينقلب على الانتخابات والدستور؟ برضه سامعكم وانتوا بتقولوا ما ينفعش يمكن. علشان كده ماما الحلوة الجميلة الطيبة الصريحة الواضحة اللي كلها مبادئ وما بتحبش الظلم ولا القتل ولا الحاجات الوحشة ولا الولاد اللي ما بيسمعوش الكلام، اتصلت بصاحباتها طنط وطنط وطنط اللي بيحبوها ولازم لازم لازم يسمعوا كلامها علشان هي اكبر واحدة فيهم، وقالت لهم هاتوا طياراتكم الجميلة اللي كنتم مخبيينها سنين طويلة علشان تحافظوا عليها وما تستخدموهاش علشان لبنان او بغداد او الصومال او غزة، وقولوا لها يا طياراتنا يا طياراتنا يا اللي خبيناكم وما انقذناش بيكم اخواتنا، جاء الوقت انك تظهري وتعلي وتنجلي وروحي واضربي الشرير اسمه الحوثي اللي انقلب على الشرعية. وبعدين راحوا كلهم عند انكل السيسي الجميله الطيوبه اللي علشان يعملوا عنده قمه على القمه في شرم الشيخ. انكل السيسي ده يا اطفال عمره ما انقلب على الشرعيه، بيكره الانقلابات الوحشه دي خالص خالص خالص، واصلا يا اطفال ما كانش نفسه يبقى رئيس، وحلف بالله انه مش عايز يبقى رئيس لولا ان الاطفال الطيبين بتوع شعبه طلعوا في الشوارع وقالوا له كمل جميلك يا انكل، بليز بليز يا انكل ما تسيبناش، احنا عاوزينك علشان تموت كمان وكمان، انت ما تعرفش احنا حبيناك قد ايه، وانت بتقول مسافة السكة وبتغمز بعينك كده اهو. وطلعوا يرقصوا له في الشوارع. انكل سيسي بيحب الرقص قوي، ولا عمره سرب ولا عمره فكر يلهى في الرز بتاع ماما بالدراع، ولا بيقول على ماما وطنطتها صاحباتها يعني انصاف دول، ولا بيقول لهم ادفعوا لي فلوس لو عايزيني ادافع عنكم. واصلا انكل السيسي ما بيحبش الحوثي الشرير خالص، ولا عمره قابله ولا اتكلم معاه ولا عمره عمل معاه اتفاقات في السر، دي حاجات وحشه. وبعدين انقلب عليه، ده اصلا ما بيطيقش الانقلابات، علشان كده ماما وطنطتها صاحباتها يعني بيحبوه موت، ودايما بيجوا علشان يزوروه ويدوا له المصروف بتاعه علشان يحوشه في الحصاله بتاعته فين؟ برافو عليكم، في سويسرا، زي انكل جده اللي رباه مبارك. وعلشان كمان يشتري الالعاب اللي بيحبها، غاز، خرطوش، رصاص. انكل سيسي اتكلم كلام حلو خالص لما قابلهم في شرم الشيخ وبقى رئيس قمتهم. قال لهم الاخوان المسلمين هم اللي اشرار، هم اللي اضعفوا الدول وكانوا عايزين يشوفوا يا حرام يفككوها حتت حتت، علشان كده لازم نعمل جيش سوا مع بعض واحنا كده حلوين وجمال مع بعض، مش علشان نحارب اليهود ونرجع فلسطين، لا نو، علشان نقضي بالجيش ده على الاشرار اللي بيقولوا حريه عداله اسلام سلميه. وتوته خلصت الحدوته. حلو ولا تغيظ يا حفيظ؟ هو في ايه؟ هما بيتعاملوا معانا على اساس اننا ايه بالظبط؟ اطفال قصر؟ ده لو قصر كانوا احترموا دماغنا شويه عن كده، ده احنا كده بالنسبه لهم رضع، محتاجين اللي يغير لنا البامبر كل شويه. نفس الدول اللي دعمت واوا عشان بينقلب على الشرعيه رئيس ورئيس منتخب وبعد دستور وبرلمان منتخب، هي نفس الدول اللي اطلقت سراح طياراتها اخيرا علشان تنقذ رئيس منتخب برضه بعد ثوره لكن في اليمن. الحجه انقاذ الشرعيه. يظهر بقى ان في شرعيه بالمهلبيه وشرعيه بالتقليه. من فضلك يا عم توفيق، ارجوك يا ست كريمه، بليز يا رشا انت وكريم اسمعني كويس قوي كويس جدا، اوعى حد فيكم يفهمني صح ويفتكر ان انا اقصد اقول ان الدول دي معاييرها مزدوجه. جامي، انا ما قلتش كده خالص، الدول دي اصلا ازدواجيه بيحاولوا يعملوا لها معايير ولسه مش عارفين. على العموم الطيارات اللي اندفع فيها مليارات من دم شعوبنا ظهرت اخيرا، وظهرت كمان اراده استخدامها لما بيعوزوا
وعلى فكرة محدش ضد اللي بيعملوه في اليمن ابدا، لكن السؤال يا ترى هتسيبوا بعد كده مسلم تاني يموت في غزة او في اي بلد من بلادنا وتسيبوا طياراتكم نايمة نمنا اهو؟ ولا الطيارات دي صحيت خلاص لانقاذ حرماتنا ومحارمنا؟ لا تلعنوا السماء اذا تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروف، فالله يؤتي النصر من يشاء وليس حدادا لديكم ليصنع سيوف. يوجعني ان اسمع الانباء في الصباح، يوجعني ان اسمع النباح. ما دخل اليهود من حدودنا وانما تسربوا كالنمل من عيوننا. 5 قرون ونحن في السرداب. يا اصدقائي جربوا ان تكسروا الابواب، ان تغسلوا افكاركم وتغسلوا الاسواب. يا اصدقائي جربوا ان تقرأوا كتاب، ان تكتبوا كتاب، ان تزرعوا الحروف والرمان والاعناب، ولا تجعلوا ايامنا تدور بين الزار والنعاس. كان ابو يسع نفتمة الدافئ في الصحاري ان يستحيل خنجرا من لهب ونار لكنه يراق تحت ارجل الجواري. ونحن نركض في الشوارع، نحمل تحت إبطنا الحبال، نمارس السحل بلا تبصر، نحطم الزجاج والأقفال، نمدح كالضفادع، نشتم كالضفادع، نجعل من أغزامنا أبطالا، نجعل من أشرافنا أنزالا، نرتجل البطولة ارتجالا. نريد جيلا غاضبا ينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكر من الأعماق. نريد جيلا قادما مختلف الملامح، لا يغفر الأخطاء، لا يسامح، لا ينحني، لا يعرف النفاق. نريد جيلا رائدا عملاق، نريد جيلا يقتحم الآفاق ليخلصنا منك يا سيدي السلطان.